السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده معانا احلى حلويات دمياطي، وهي صينيه هريسه الدمياطي. ان شاء الله جربوها وتعجبكم. نقول بسم الله ونقول المقادير. معانا 3/4 كوبايه سمنه، نص كوبايه جوز هند، نص كوبايه سكر، نص كيلو سميد، معلقه عسل جلوكوز، عليها معلقتين ميه سخنه، ومعانا نص كوبايه بندق مبشور. نبدا باول حاجه، بنحط معلقتين الميه السخنه على معلقه العسل ونقلبهم كويس جدا لغايه ما العسل يدوب تماما. دي اهم خطوه في الهريسه وما نقصرش فيها. بنقلب كتير جدا لغايه العسل ما يدوب ويحل خالص. دي خطوه دي مهمه. بعد كده بننزل عليه بنص كوبايه جوز الهند ونقلبها كويس جدا معاه لغايه جوز الهند ما يتشرب كل العسل والميه. زي ما انتم شايفين كده. الخطوه دي برضو مهمه جدا. نقلب كويس قوي. شايفين الجوز كله فتح ازاي وشرب العسل. بعد كده بننزل عليه نص كوبايه السكر وبنقلب كويس جدا. ننزل بالسكر ونقلب كويس قوي. بعد كده بننزل بالخليط ده كله على نص كيلو سميد ونقلب تقليب خفيف، مش بنعجن، بنقلب تقليب خفيف لغايه ما المكونات كلها تتجانس مع بعضها. بنقلب، بتاخد منا وقت شويه. ليه؟ عشان لازم نمسك العجين بايدنا، نلاقي العجين ما بفرطش، نلاقيه متكتل في ايدنا كتله واحده كده بقى تمام. وننزل عليها بعد كده بالسمنه، تبقى الصينيه خلصت زي ما شايفين كده. طلع كتله واحده خلاص، انزل بالسمنه واقلب تقليب خفيف قوي. زي ما انتم شايفين كده. ممكن دهنا عندنا صينيه سمنه وننزل بالخليط فيها ونضغطها كويس جدا بايدنا، او بصينيه اصغر منها ونضغط عليها. زي ما انتم شايفين لازم تضغط كويس جدا عشان دي هريسه. بعد كده بنرش البندق المبشور فوق الوش، والبندق بيكون ني مش محمص. بنضغطه برضو بايدينا. بعد كده ندخلها الفرن لمده من 20 دقيقه ل 30 دقيقه. بتطلع احلى صينيه هريسه ممكن تاكلوها. العسل بتاعها بيكون بارد وهي سخنه بنسقيها بالعسل بعد ما تخرج على طول. العسل كوبايه سكر، الكميه دي بتاخد كوبايه سكر عليها نص كوبايه ميه عليها معلقتين عسل جلوكوز ورشه ملح ليمون خفيفه قوي. بنسقي بها الصينيه، بكون كده الصينيه تمام وخلصت، وبألف هنا وشفا. زي ما شايفين كده شكلها تحفه. نسقيها بالعسل. متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتقولنا رايكم فيها ان شاء الله بعد ما تجربوها. مع السلامه.